السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيديو بقى، يا ريت يا حبايبي والنبي اشتركوا في القناة ولايك. ولو في اي انتقاد فيا مش عاجبكم، يا ريت تقولوا لي في التعليقات وانا اصلح منه. انا عايزة قناتي تكبر، ولا انا مش عاجباكم؟ لو في اي حاجة يا ريت تقولوها لي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. انا بقى هنا في اليوم ده قمت بدري ونزلت رحت السوق، جبت رمان وجبت جوافة وخيار وفلفل، وجبت فراخ. انا جبت الفراخ ب41، وجبت البانيه ب90، وجبت اللحمه والخضره زي ما انتم شايفين كده. وعملت كفته رز، انا بحبها باللحمه الجملي لان هي بتبقى حلوه قوي ومتماسكه كده. الصباع الكفته بتبقى متماسكه وحلوه، ما بتبقاش مهريه. جربوها هتعجبكم في الجملي احسن من اللحمه الكندوز. علشان بيبقى الصباع يعني بياخد سوا معاكي، وبتبقى طعمها جميل قوي على فكره، جربوها. وهنا بقى المواعين زي ما قلت لكم، شطب الحوض، وعملت الاكل. خلصت كل حاجه، وعملت جنب كفته الرز رز وكفته، رز وقصدي وسلطه. في اليوم ده بقى سيليا ما جاتليش، عشان كده اليوم بالنسبه لي كان طويل وممتع بصراحه، يعني مخبيش عليكم. هي حبيبتي وكل حاجه، بس بتعطلني كتير قوي والله يا جماعه. المهم انا خلصت خلاص الحوض بتاعي، وقلت بقى امسح المطبخ. على فكرة انا جايبة طماطم برضه، بس نسيت اقول لكم. غسلتها وحطيتها في الحلة وحطيتها على النار، بحطها بنص كوباية مية وهي سليمة كده. ما بضربهاش في الخلاط الا بعد ما بتاخد غلوتين تلاتة كده على النار، وبعد كده تبرد خالص، واقوم ضربها في الخلاط وحطها في اكياس على قد الوجبة اللي انا بعملها. يعني بشوف بستعمل قد ايه طماطم في الاكل، وبعمل على وبحط على قدها في الاكياس في الديب فريزر او في الفريزر. بس كده. وهنا بقى قلت اما اشطب بقى وبمسح خلاص اهو زي ما انتم شايفين. انا بحب بقى كده اغرق الدنيا كده كلور وميه وبتاع عشان الدنيا تبقى نظيفه. عارفين المطبخ يعني اهي الطماطم، زي بعملها بالشكل ده كده، وبعد كده اما بتبرد خالص بضربها. هنا بقى قاعده في امان الله خلاص وخلصت اليوم. لقيت جوزي بقى بيقول لك انت مش جايبه لنا دقيق ذره اللي هو دقيق البسيسه يعني. قلت له اه. قال لي طب ما تقومي بقى تعملي لنا صينيه بسيسه كده نتعشى بيها جنب كوبايه شاي. تمام حاضر، ما رضيتش ازعله مع انه والله كنت تعبانه ومش قادره. المهم هنا انا جبت حطيت كوبايتين سكر، عليهم كوبايه لبن، 3 بيضات، 2 باكو فانيليا، كوباية الا ربع سمنة على زيت. حطيت النص سمنة والربع زيت بس. وكوبايتين الدقيق البسيسة، انا حطيت عليهم كوباية دقيق ابيض عادي اللي هو الزيرو، يعني ما بحطش كله دقيق بسيسة بس، لا. انا بحط كوبايتين وعليهم كوباية دقيق ابيض. بس كده. وحطيت بقى كل الخليط السايل في الخلاط، الحاجات السايلة قصدي في الخلاط، اللي هو زي البيض والسكر والسمنه زي ما حضراتكم شفتم كده بالظبط. بضرب كله في الخلاط، وفي الطبق بقى اللي انتوا شايفينه اللي انتوا شفتوه دلوقتي، انا كنت حاطه فيه الدقيق وحاطه فيه البيكنج باودر على بعض. طبعا قبل ما بعمل اي حاجه خالص انا بسخن الفرن على درجه 170، وبحط الصينيه في الرف اللي في النص، قصدي في الشبكه اللي في النص، معلش. بس وهنا بضرب الحاجه كلها. هنا بقى طبعا واقف هو بيبص عليا، شوفني بعمل ايه، دايما يعدل عليا يا جماعه، مش عارفه ليه. بيحسسني ان انا واحده مش شاطره. بس يلا زي بعض، ربنا يسامحه. بس كده. وانا حطيت الخليط على الدقيق. وهنا انا مبطنه الصينيه بالسمنه وبالدقيق بس. وحطيت بقى وبرزعها كده، يعني بحب ان انا اخبطها خبطتين كده علشان تتساوى. وكده طلعت اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وعملت جنبها الشاي، وكانت جميله والله. ويا رب اكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير.